على اللعيب ولا في صالح سلبي ولا ايجابي؟ هو دائما كان الاهتمام بالصحافه والاهتمام بالجمهور الفاسي والجمهور عام، خاصه الجمهور المغربي عامه. كان دائما كيزكي في حماس اللاعبين، كيتحمسوا اكثر. ولاحظناها في عده مباريات. واكيد بانه مع فريق كما سبق ان ذكرت كبير، احنا نناشد وننادي الجمهور المغربي يحضر بكثافه. اولا يعني الحضور في هذا الحفل الرياضي الكبير، وفي نفس الوقت مساندة فريقه لا تعتبر مباراة دولية، كما انه لو لعب منتخب مصر مع منتخب المغرب. نعم. رشيد، بعض التصريحات ديال اللاعبين ديال المصريين قالوا انهم اسياد افريقيا وانهم ابطال، انهم رغم ما عندهمش دوري قادرين انهم يديروا شي نتيجة ايجابية فاش واش يعني الغياب ديال الدوري، الغياب ديال هادشي كله يكون في صالح المغرب الفاسي ولا؟ هي التنافسية اكيد بانها تعطي يعني قدرات اكثر للفريق بحجم فريق الزمالك، ممكن يكون اصعب، ولكن اكيد حيكون هناك نقص شيء ما في التنافسيه. ولكن انا اعرف الحنكه والذكاء والتجربه ديال حسن شحاته سوف لا تستطيع. هناك لعبوا مباريات دوليه، والدليل بانهم مستواهم تحسن مع ممر الدورات على صعيد عصبه الابطال. فالمباراه اللي جراها مؤخرا مع افريكا سبور كانت مباراه ممتازه، وبين بانه استعد، ماشي واخد بنسبه 100%، ولكن كتبقى لاعبين ديال فريق الزمالك لاعبين كبار. ولكن انا دائما الكلام قبل المباراه شيء، الواقع في المباراه شيء اخر. فنحن نستناو يوم المباراه هو اللي غيبين الواقع الحقيقي.